ازيكم؟ حابه اتكلم النهارده معاكم عن سؤال بيتبعت لي كتير جدا. الناس اللي لسه مرتبطين، الناس المخطوبين، الناس اللي لسه في بدايه العلاقات، بلاقيهم دايما يبعتوا لي يقولوا لي هو بيحبنا ما بيحبناش، طب هي بتحبني هي ما بتحبنيش، طب انا اعرف ازاي ان انا بحبه؟ كل ما يتعلق ب هل هو بيحبني ما بيحبنيش، كل ما يتعلق بهذا السؤال باختلاف نوعيه السؤال. طيب، هو سبحان الله ربنا لخص لنا القصه دي كلها في كلمتين: المودة والرحمة. ونسأل نفسنا هنا سؤال: ليه المودة والرحمة؟ ليه ما قالش الحب والتعاطف؟ ليه ما قالش أي مصطلحات تانية؟ هي كل المصطلحات دي زي بعضها؟ لا، المصطلحات دي طبعا مش زي بعضها. المودة هو تفعيل للحب. يعني إيه تفعيل الحب؟ تفعيل الحب يعني لما الحب يكون في صورة أفعال. الحب لما يتحول لصورة أفعال يبقى اسمه مودة. ببساطة شديدة، إحنا لما بنقول الشخص ده او الانسان ده بيودني، انا بفهم ايه؟ بفهم ان هو بيزوره على طول، بفهم ان هو بيزوره. طيب يعني اذا ترجم حبه في ان هو بيزور هذا الشخص. يبقى الحب لما يترجم لافعال هنا اسمه الموده. يبقى ده اول شرط. انا لما اقول الشخص ده بيحبني ولا ما بيحبنيش، هو فين من الموده؟ الحاجه التانيه الرحمه. طب ليه مش الاهتمام؟ ليه مش التعاطف؟ ليه؟ لان الرحمه هي تفعيل لكل ده. اللي بيهتم، اللي بيتعاطف، اللي بيبقى مهتم باهتماماتي او مهتم بالحاجات اللي انا بهتم بيها، بيترجم كل ده في صورة رحمة، وهو تفعيل ليها. عن التعاطف، انا ممكن اتعاطف معاك بالمشاعر لكن ما اتعاطفش معاك واعمل حاجة. لكن لما برحمك، حتى احنا لما بنستخدم كلمة الرحمة نقول مثلا الشخص ده يعني ارحمني، يعني اعمل شيء ما. فالكلمتين دول المودة والرحمة هما تفعيل للكلمة اللي ممكن تكون ليها معاني كتيرة جدا، وان احنا بنستخدمها بطريقة واسعة جدا، وهي الحب. لما الحب يفعل ساعتها هتعرفي تجاوبي، او انت هتعرف تجاوب على السؤال ده، هتعرف تقول هو بيحبني ولا ما بيحبنيش. الحب لو فضل في نطاق الحب وفقط، نطاق مشاعر فقط، نطاق كلام فقط، او بقى الكلام بيودي في اتجاه والافعال بتودي في اتجاه تاني، من هنا بيطلع السؤال ده. ولو كل واحد فينا قعد مع نفسه، هو انا ليه اصلا بسأل السؤال ده؟ ليه بسأل هو بيحبني ولا هي بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ الحيرة دي اعرف مصدرها الاول جاي منين. لما تعرف مصدرها جاي منين هتعرف تجاوب على السؤال ده صح. دي كانت نبذة كده بسيطة عن سؤال بيحبني ولا ما بيحبنيش. احب اعرف مشاركاتكم، احب اعرف انتوا سمعتوني ازاي، احب اعرف لو في اي حد عنده تعليق او عنده اضافة في المنطقة دي، يسعدني جدا. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.